بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل معاكم باميه الويكا، طريقه سهله وبسيطه. انا هنا جبت كيلو من الباميه تكون صبحه، جبتها من الغيط عندنا، صبحه وخضره اهي ما شاء الله، تكون طريه كده. يا دوب غسلتها وسبتها في المصفى اتصفت ونشفت. بعد كده بدات اشيل القمع منها، الجزء اللي فوق ده بنقول عليه القمع اهو. هي طريقتها سهله وبسيطه، بس هي في ناس كتير بتبقى مستتقلاها يعني، بس هي جميلة ومن الأطباق السهلة يعني. أبدأ كده أشيل الإقماع منها وأحطها في الطبق. أنا هعمل بس على قد ما الكمية اللي احنا هنطبخها مع بعض. تكوني مقطعاها، بعد كده تقطعيها شرايح صغيرة، ما تكونش شرايح سميكة. اهي الويكا دي من الأكلات المصرية القديمة اهي. هبدأ بقى كده اخرطها طرنشات صغيرة كده، ما تكونش رفيعة ولا سميكة اهي. هي ما بتاخدش وقت معاكي، الشوربة جاهزة وتكوني مظبطاها وخلصتيها تروحي شغالة بيها على طول، متاخدش معاكي وقت. تعملي بقى جنبيها شوية مكرونة محمرين، شوية بتنجان مخلل، طماطم مخللة، اللي انت عايزاه. واكلة وبتعدي في اليوم كده، بس هي اكلتها وطعمها بيبقى جميل. قطعيها كده ترنشات، ما تبقاش سميكة ولا رفيعة، وسط يعني. انا هعمل بقى الكمية على قد ما هعمل الاكلة النهاردة، هما طبقين انا مش هزود يعني. وشوية مكرونة محمرين جنبيهم، وشوية بتنجان. هنا خلصت خلاص الكمية اهي. هروح بقى على البوتاجاز اشوف الشوربة عملت اهي، نص الكمية خدتها. تعالوا بقى نشوف الشوربة عاملة ايه على النار. هنا كمان ايوه هحط لها قرن حامي، قرن فلفل حامي، ده انتي براحتك بقى، عايزة تحطيه براحتك، بس احنا بنحبها مشطشطة يعني. هو قرن واحد بس، عايزة تحطيها براحتك، مش عايزة انتي براحتك يعني، مفيش مشاكل. وبرضو الشوربة عايزة تحط لها ماجي براحتك، حط لها، مش عايزة خلاص. بس انا هنا ما حطيت لهاش، لان الشوربة عندي كانت شوربة لحمة ودسمة، فكانتش محتاجة اهي. انا كنت حطاها على النار لما تغلي قبل ما اخلص البامية. خلاص كده هبدأ بقى انزل عليها بالبامية. ما تكتريش الشوربة عشان بس ما تبقاش سايبة منك، هي دوبك الشوربة على قدها بالظبط. هسيبها بقى تغلي غلوة كده على النار، ولو طلع لها ريم، في ريم كده بيظهر على الوش، تشيليه. هما غلوتين يعني، مش هتاخد وقت، هما غلوتين بالظبط، عشان بس ما تغمقش منك، تفضل محافظة على الخضار بتاعها. انا هغطيها كده بس لحد ما تغلي، واول ما تغلي تشيل الغطا عشان ما تفرش على البوتاجاز وتبهدلك الدنيا. خلي بالك من النقطة دي، البامية الويكا بتفور لما بتغلي، بتروح فايرة، لو غطيتيها بتفور وتغرق البوتاجاز. فانت يا اما توربي الغطا يا اما تشيليه خالص لحد ما تخلصيها. هي خلاص كده هتغلي غلوتين واروح شايلاها خالص. في ناس بتحط لها برضو معلقة صلصة، بس انا بحبها كده خضرة. بصي توربي بس الغطا كده بحيث ما تفرش منك وتبهدلك الدنيا.
هسيبيها بقى لحد بس ما تغلي. هي هنا خلاص كده. هشيل بس الريم اللي طلع ده، زي ما قلت لكم بيظهر على الوش كده ريم، شيليه، هو ملوش اي لازمه. اقلبها تقليبه كده. هتاخدي بقى تعرفي ان هي استوت ازاي، تاخدي واحدتين كده على الغطا او على طبق وتشوفي يعني تدوسي بالمعلقه عليها كده، اتهرست معاكي كده خلاص تمام. لسه ناشفه معاكي يبقى لسه عايزه تسويه تاني. هنا خلاص كده طفيت عليها، وهروح بقى هشوف الايه التقليه اللي هعملها لها. معلقه سمنه، وهنزل عليها ايه بمعلقه توم مفروم، واديله بس تشويحه كده. اول ما يبدا ياخد اللون الذهبي على طول كده تكوني مجهزه الكزبره اهي، تنزلي بيها تقليبه واحده، وتروحي نازله بيها على الباميه. بس كده خلاص، هي كده خلصت. واطفي عليه، ما خدتش وقت ولا خدت اي حاجه. هنا حطيتها اهي وغرفتها. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في الشير واللايك.